عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب العالمين. النهارده فيديو سريع كده، يا رب يكون فيه افاده يا رب ليكم. انا النهارده نضفه لهم يعني والدنيا تمام. انا ما بحبش احط لهم اكل على مكان مش نظيف، بحب انضف الاول وبعدين احط لهم اكل. بصراحه بحب البهيم ياكل وهو مرتاح، بحس اما بنضف له وبعدين احط له الاكل بحس ان هو بياكل وهو مرتاح. فانا كنت شايله لهم تحتهم ومنضفاه وحطيت تراب ورحت حاطه لهم اكل الاول، وبشيل بس اللي طاير بعيد التراب ده كده، بنضف حواليهم واسوي التراب تحتيهم بس زي ما انتوا شايفين كده. والمكان النظيف ده بيسبب راحه نفسيه جامده جدا. بصوا يا جماعة، فيديو النهارده سريع كده بس ان شاء الله رب العالمين كله افادة. انا جبت لهم تحصينات، انا متعاملة مع عيادة بطارية خاصة علشان اجيب منها تحصينات الحمى القلعية والحمى ال3 ايام. قالوا لي لازم العيادة، لازم الوحدة البطارية نفسها، الوحدة البطارية مش العيادة الخاصة، لا اللي هي الحكومة. فعشان اجيب تجرعات لازم اروح هناك، فروحت الحمد لله جبت تجرعات الحمى القلعية وتجرعات الحمى ال3 ايام. فعلشان اخد الحمى ال3 ايام انا اديتهم الحمد لله الحمى القلعية، فعشان اخد الحمى ال3 ايام لازم اخد العلبة كاملة. هما علبتين مع بعض كده بتكسروا في بعض، لازم اخد يعني كاملة، يعني ما بتنفعش تديني منها العجل او 2، لازم تاخدي ايه الجرعة كاملة. الجرعة 10 عجول، تمام. انا جبت الجرعة كاملة 10 عجول، علبتين يعني مقفولين. فانا هدي منها 2 بس، العجلين دول بس هيتفضل 8 عجول، يعني اللي عنده والجرعة العلبة تدي منها مرة واحدة بس، بعد كده ما ينفعش تدي منها تاني، تمام. فيا ريت اللي عنده حاجة عايز يجرعها 3 ايام، هما 3 ايام، يتصل بيا او يبعت لي خاص ويجي ياخدها عادي مفيش مشكلة، تمام. يعني انا قدامي فرصة 5 ايام، يعني بعد الحمى القلعية تجرعات الحمى القلعية مش هينفع ادي الحمى 3 ايام الا بعديها ب5 ايام، يعني عدى 5 ايام على التجرعة الاولانية عشان اعرف ادي التجرعة التانية، تمام. ف5 ايام مهلة. فاللي محتاجها يا جماعة لو في مكان قريب مني، المرج، عزبة النخل، عين شمس، الزرايب، المنية، في اماكن كتير جدا قريبة مني يعني بتربي الحاجات دي. فاللي هو اللي عايزها يبعت لي او يجي ياخدها، يبعت لي يعني ويجي ياخدها. انا يعني من اول النهاردة 5 ايام عشان اديها الحمى ال3 ايام، تمام. فمن اول هنزل لكم الفيديو ان شاء الله في نفس اليوم وهشيره لكم، فاللي محتاجها يجي ياخدها يعني على خير يعني، وربنا يبارك لي فيهم ويشفيهم. يعني بدل ما واحد هيروح يجيب لعجل واحد يجي ياخد، يعني لو عايز يجرعه عادي بس لازم في نفس اليوم، يعني هي لو عدى عليها يوم ما بتنفعش خلاص، تمام. يعني انا من النهارده هرفع لكم الفيديو في نفس اليوم، من النهارده 5 ايام علشان اجرع ادي الجرعه التانية اللي هي الحمى ال3 ايام، تمام. فيا ريت محدش يعني لو محتاجها محدش يتكسف او يخجل ان هو يبعت لي ويجي ياخدها عادي جدا، يعني انا مش محتاجاها فحد تاني يستفاد بيها، يعني ممكن يكون عنده 2 أو 3 أو 4، بدل ما يجيب لهم الجرعة كاملة يعني يجي ياخد من عندي، يجي ياخدها. يعني انا مش بفلوس، يعني يجي ياخدها كده، انا مش محتاجاها، انا هرميها، تمام. بعد 5 ايام انا هفتحها، بعد 5 ايام، تمام. اعلوا خير ان شاء الله وربنا يشفيهم لي ويبقى زي الفل ان شاء الله وربنا يبارك لي فيهم. ليه انا بقول كده؟ زي ما انتوا عارفين التجرعات دي غالية،
ففي ناس بتستغلاها يعني عشان تجيب لي واحد، فلو عندك واحد ما تتكسفش تيجي تاخدها يعني. يومكم زي الفل. كان في تعليق، حد علق لي مش ينفع المكان على طول يكون تحتهم ناشف، علشان المكان ناشف بيسبب لهم اللي هي الجوبة والحاجات اللي هي بتطلع في الجلد يعني. لازم المكان يكون لين تحتهم وفيه رطوبة، علشان ما يطلع لهمش حاجة في الجلد يعني. تمام. فانا برد على حضرتك ان مش هينفع، او عليكم على حضراتكم كلكم يعني، ان مش هينفع يكون المكان تحتهم مبلول او اشيلهم زي ما هو قال لي كل اسبوع، مش هينفع. تمام. لان هم فوق السطح زي ما انتوا عارفين فوق. لو فوق خالص منهم للشمس وكده تمام كان ممكن ينفع، لكن هنا مش هينفع، هيعمل ريحة وحشة اولا، وهيلم علينا دبان لان احنا عايشين في نفس البيت والشقة اللي تحتنا ساكنة. تمام. فمش هينفع. فان شاء الله في اما الجو يطر كده يشت يعني، ممكن احطهم طول النهار على السطح وطول الليل عادي، واسيب تحتهم لين شويه شويه. مش هينفع اسيبه مبلول عشان الريحه ما تبقاش وحشه. فلا، لازم عندي هنا معلش يكون تحتهم ناشف 100% يعني زي ما انتوا شايفين كده. تمام. انا عامله فيديو النهارده علشان التجريعات. انا الحمد لله كده عطيت الحمى القلعيه وجبت الحمى 3 ايام، وفاضل لي اللي هو الجلد العقدي. تمام. فاضل لي الجلد العقدي بس، والحمد لله يكونوا خدوا كل التحصينات بتاعتهم. تمام كده، ولا في تحصينات تانية؟ الحمد لله بقى كويس وشايفاه بيتحسن يعني، وجسمه بيتجدد الحمد لله. وانا حبيت زي ما انتوا بتفيدوني بكلامكم الحلو وتعليقاتكم الحلوه، يعني ايه، مش افيدكم لا، يعني كلنا نفيد بعض، يعني كلنا نفيد بعض باللي عنده معلومه يديها للتاني، عنده جرعه يعني مش محتاجها خلاص هيرميها. اصلك في تجريعات مش هينفع، الدكتور ده كلام الدكتور يا جماعه، مش هينفع تجرع منها اكتر من مره. هو الحمى 3 ايام دي بتترد بعد شهر، بس الحقنه مش هينفع تقعد اكتر من يوم. تمام. يعني انا هفتحها هدي منها، محدش جه خدها ارميها. تمام يا جماعه. باذنكم يدي لايك للفيديو ويفعل زر الجرس. يا ريت بعد اذنكم اشتراكاتكم وتعليقاتكم الحلوه دي بتسعدني جدا. شكرا جدا والسلام عليكم.